النصر يفوز على الاهلي في ديربي قوي بالمملكه العربيه السعوديه 3-2. مباراه كبيره، مباراه مميزه. النصر ب10 لاعبين بيكسب الاهلي على ملعبه ووسط جماهيره وياخد 3 نقاط مهمه جدا بتخليه على التراك، بتخليه على الطريق الصحيح في الدوري السعودي الممتاز. ما شاء الله النصر تعاقد مع صفقه رهيبه، لعيب مهم بسم الله ما شاء الله، لعيب هايل جدا. دوران ماتشين 4 أهداف، مباراة قمة أمام الأهلي وديربي كبير، بيجيب هدفين من أجمل ما يكون، منهم هدف تاني خرافي، رقص 2 لعيبة وانطلق ما شاء الله وجاب جون عالمي. الجون الأولاني جون حلو جدا، أحمد يحيى أيمن يحيى ساديو ماني بيحط له الكورة، بيركن الكورة بشكل رائع جدا في المرمى، جاب جونين حلوين جدا، جونين ملعوبين. لعيب شخصية لعيب كبير، لعيب كان الجميع يتنبأ ليه في الدوري الإنجليزي وهينطلق وهيروح أماكن قوية جدا، ولكن اللعيب بيقرر يسيب كل ده وينتقل لنادي النصر ويلعب جنب الأسطورة كريستيانو رونالدو، وبيجيب جونين حلوين وبيتألق في ماتشين ليه، أول ماتشين ليه مع النصر ما شاء الله، بيعمل ماتشين هايلين جدا. مباراة النهارده واحدة من أمتع المباريات اللي هتشوفها للراجل ده، وبيجيب جونين حلوين أوي أوي أوي. دوران الصفقات كما يجب أن تكون، الغالي ثمنه فيه، والراجل بيدي مردود قوي جدا في الملعب، وبيثبت لجمهور النصر ان النصر تعاقد مع شخصيه كبيره وهيكون مع كريستيانو رونالدو ثنائي خطير جدا جدا هيصعب الدنيا على كل مدافعين الدوري السعودي هذا الموسم. النصر كان عنده مشاكل كتيره جدا النهارده، اتطرد محمد سيمكان، اصابه كذا لعيب بيتصاب في الملعب، وتافيو اتصاب، سلطان الغنام اتصاب، بري والنجدي، لكن رغم كل ذلك استمر النصر وجاب 3 نقاط مهمة جدا في المباراة. عايز اشيد ببروزوفيتش في ماتش النهارده، واقف في مكانه ثابت، اشتغل بشكل رائع جدا، تألق بشكل كبير في الملعب، كان صدادة في نص الملعب، طلع كور كتير من ورا، قطع كور كتير، كان بصراحة عمل ماتش حلو جدا جدا، وكان قافل على كل مفاتيح لعب الاهلي. يعني ما شفناش كتير فرانك سي، ما شفناش كتير جدا ضغط من لعيبة الاهلي، رغم ان الاهلي نجح انه يجيب هدفين في المباراة عن طريق ايفان توني وسميحان في اخر لحظات المباراه، لكن النصر كان قافل بشكل كبير، وكل اللي كان بيعدي من لعيبه النصر كان بيروح عند الراجل ده بينتو اللي بيعمل مباراه استثنائيه من نجوم المباراه. تألق كل الكور اللي عدت منهم، كان صاحي وكان فايق وكان موجود، دخل فيه هدفين صحيح، ولكن تألق وزاد عن مرماه ببساله وحافظ للنصر على نقاط المباراه الثلاث المهمين جدا. من ضمن الحاجات اللي الواحد يشيد بيها ايمن يحيى نزل بديل اوتافيو في الشوط الاولاني، ما بيلعبش بقاله كتير، ما بياخدش دقائق لعب كتيره، ولكن نزل النهارده جاب جون، ساهم في الهدف الاولاني، اشتغل بشكل كبير في ارض الملعب، لا لعيب مهم وبيثبت ان هو لعيب كبير، وقت ما ينزل جاهز وحاضر وموجود. ايمن يحيى تألق بشكل كبير جدا، يستحق الاشاده في ماتش النهارده. 3 نقاط بتوع مباراة النهارده بيفرقوا جدا مع النصر يصبح في المركز الثالث زي ما هو برصيد 44 نقطة. بال3 نقاط اللي ضافها النصر النهارده بيقترب أكتر وأكتر من نادي الهلال ونادي الاتحاد. النصر أصبح عنده 44 نقطة، بيقرب منهم بشكل كبير، لسه الهلال هيلعب ولسه الاتحاد هيلعب. الأهلي يصبح أو يستمر في المركز الخامس برصيد 38 نقطة وبيبعد بشكل كبير جدا عن المنافسة. النصر مازال بيحاول يقرب، ولكن الدوري السعودي شرس، الدوري السعودي صعب، والجميع بيفقد نقاط هذا الموسم، والامور تشتعل بشكل كبير في الدور الثاني. رغم خساره الاهلي الا ان تحيه كبيره جدا جدا لجمهور الاهلي، دايما عامل ملحمه، دايما موجود، دايما حاضر، دايما بيثبت ان واحد من اهم الجماهير اللي موجوده في الدوري السعودي مع جماهير النصر والاتحاد والهلال. هارد لك للاهلي، مبروك للنصر، 3 نقاط مهمه جدا جدا جدا.